تمكن الطيار الإماراتي خالد الأنصاري من تطوير سفن طائرة أو جوية تحلق لأغراض سياحية وعملية ضمن مبادرة أطلق عليها روح الإمارات، تتضمن تنفيذ رحلات جوية داخل دولة الإمارات وخارجها. قال الأنصاري الذي أطلق مشروع السفن الجوية رسميا في معرض دبي الدولي للطيران، قال إن هذه السفن آمنة وصديقة للبيئة وتمنح المسافرين شعورا بالتحليق فوق السحاب، وأنه بإمكان الركاب ملامسة السحب من خلال تصميم نوافذ ضخمة بمستوى عال من الرؤية الخارجية لا تقدمه الطائرات التقليدية. السفينة الجوية الواحدة تتسع ل14 راكبا يمكنهم التحرك فيها بحرية طوال مدة الرحلة. روح الإمارات هي مبادرة من شباب الإمارات ومني أنا شخصيا لتأسيس مركز وطني أو مؤسسة وطنية إماراتية تقوم بالترويج لدولة الإمارات، وأيضا تقوم بعقد رحلات سياحية على دولة الإمارات في إمارتي أبو ظبي ودبي وباقي الإمارات الشمالية بشكل لم يسبق له مثيل في العالم، على ارتفاعات منخفضة، وأيضا يتخللها طبعا الكثير من التكنولوجيا والكثير أيضا من المرح أثناء الرحلة. تتميز طبعا الطائرة بتجربة مختلفة تماما عن باقي أنواع الطائرات. هذه الطائرة لا تطير كباقي الطائرات، هي تطفو، وهي طبعا نظرية طيرانها تختلف عن باقي الطائرات. يوجد فيها الطائرة طبعا غاز الهيليوم الذي يرفع بهذه الطائرة الارتفاعات المختلفة، ويغير طبعا تجربة الطيران بشكل مختلف تماما.